السلام عليكم ورحمه الله ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات هيثم. اقتراح ديال اليوم كيف العاده المائده ديال الافطار غادي نشارك معكم مملحه اللي غتكون عباره عن كيش بعجينه اللي كتجي واعره بزاف، واحد الحشوه اللي بسيطه ولكن بنينه، عصير اللي اقتصادي وبمذاق اللي خطير، والشوربه التركيه باسهل واسرع طريقه بقوام ومذاق اللي هو زوين، واكيد كيف العاده غتعجب الكبير والصغير. فكيف العاده ما تنساونيش فقط من لايكاتكم للتشجيع، وما نطولش عليكم وندوز معكم مباشره للمقادير وكذلك كيفيه التحضير. على بركه الله نبداو بالشوربه التركيه ولا شوربه العدس الاحمر اللي غادي نحتاج ليها طريف ديال القرعه الحمراء فيه نص كيلو، حبه وحده كبيره ديال الخيط زوليه مقطعه، حبه كبيره ديال البطاطا، درت هنا البطاطا الحلوه ممكن ديروا غير البطاطا العاديه، حبه وحده ديال المطيشه، فص واحد ديال الثومه، غادي نزيد توابل الملحه، البزار، شويه الكمون وشويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم كذلك، واحد البصيله كذلك مقطعه الا عندكم بصله خضاريه من الاحسن، وعندي هنا واحد 200 غرام ديال العدس الاحمر اللي شديتو نقيتو وغسلتو بطبيعه الحال وعاد زدتو على الخضر. كنزيد عليهم شويه ديال زيت الزيتون وكنزيد عليهم مباشره الماء، سواء الماء سخون اولا الماء عادي ماشي مشكل، بغيتو تقليو هذه الخضره هذه عاد ترويو الماء ممكن. صافي غادي نسد عليها وغادي نخلي هذه الخضيره هذه حتى غطيب. الناس اللي بغاو يديروا معها طريف ديال الدجاج راه ممكن بطبيعه الحال. من بعد ما كطيب لينا الخضره مزيان كنضيف ليها هنايا 3 حتى ل 4 القطع ديال الجبن مثلث اولا المربع، اولا ممكن تعوضوهم بواحد الكاس ديال الكريمه السائله اللي تكونوا سخنتوها من قبل. صافي وكطحنوا الشوربه ديالكم عادي جدا وكتقدموها كيف ما قلت لكم. الناس اللي يبغيو هكا طريفه ديال الدجاج ديروا طريف ديال الدجاج يطيب، حيدوه طحنوا الخضره ديالكم فتتوه، من بعد ضيفوه هكا على الشوربه مع شويه ديال المعدنوس، كتجي واعره هاد الشوربه هذه وكتجي بنينه وصحيه بطبيعه الحال. الناس اللي ما كيعرفوش الفوائد ديال القرعه الحمراء بالخصوص قلبوا عليها، وكذلك العدس الاحمر. كانت هذا الاقتراح ديال الشوربه، وغادي ندوز دابا معكم للمملحه. نبدا معكم بالعجين ديال الكيش اللي كيجي مرمل وهشيش بزاف. كنحتاج ليه هنايا 250 غرام ديال الزبده، انا استخدمت هنا زبده العلب رابعه ولا 250 غرام، تكون بدرجه حراره الغرفه بحال الشكل كيف كتشوفوا شكل ديال البوماد. كنزلها كامله وانا درت لكم الميزان باش تشوفوا العبار كلشي. فكيف شفتوا من بعد ما كنعبر 250 اولا البواطه كامله ديال الزبده، كنعبر هنايا 125 غرام ديال الزيت اللي هي كاس لاروب ديال الزيت نباتيه وكاس لاروب ديال الماء بدرجه حراره الغرفه، يعني 125 غرام ديال الزيت و125 غرام ديال الزبده اللي هي نصف الكميه ديال الزبده زيت ونصف الكميه ديال الزبده ماء. كنضيف لهم معلقه كبيره ديال النشا، معلقه كبيره ديال الخل وشويه ديال الملحه، وممكن تزيدوا حتى شويه السكر، وكتخلطوا هادشي مزيان مزيان سواء بغا ميكسور اولا الهاشوار اولا غير يديكم حتى كينسجم داك الزيت والماء مع الزبده. كيف شفتوا معايا من بعد ما كيتخلطوا لي المكونات كاملين وكيولوا لي بهذا الشكل ديال الكريمه هذه، صافي هنايا غادي نحيد الخلاط. المهم تخلطوا غير بيديكم باش ما بغيتو. كنضيف هنايا 6 الكيسان اللي ما كيكونوش عامرين بزاف اللي ما يعادل 600 غرام ديال الدقيق مع نص معلقه صغيره ديال الخميرات الحلويات، وكتلموا العجينه ديالكم غير باطراف الاصابع غير هكا بشويه باش كتحصلوا على عجينه اللي كتكون رطبه بهذا الشكل هذا. القوام ديالها بحال القوام ديال العجينه ديال الصابلي. انا ما كنبردها ما كنريحها ما والو، مباشره كنخدمها وكنعمر القوالب، ما كنطلقها لا بدلاك لا والو لانها كتكون سهله في الخدمه، ممكن تعمروا بها القوالب ديالكم بشكل يعني هو سريع وبسيط. كنعمرهم هكايا صافي وكنقاد ليهم الجوانب ديالهم وكنطلع هكا شي شويه العجينه مع الجوانب، وكنستمر حتى كنعمر الكميه اللي غادي نحتاج. هنا كنديرهم في طاوه وكنتقبهم مزيان بطبيعه الحال باش ما كيتنفخوش، وانا كنتقلهم بشويه ديال الحمص اللي كيكون عندي خاص هكا بليكيش. الناس اللي ما عندهمش فغير قبلوهم هكا في الفران الا بان لكم تنفخوا تعاودوا تقبوهم. كنعمرهم وكندخلهم في الفران اللي كيكون مسخن من قبل 180 درجه الفوق والتحت بالنسبه للفرن الكهربائي. بالنسبه للفرن ديال الغاز غير نار مهيله كديروا الطاوه الفوق هكا ونار مهيله، حاولوا انكم ما ياخذوش لكم اللون. انا غادي ندخلهم في الفران غير كتشمع لينا العجينه وكتبيض بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. صافي هنايا انا غادي نحاول نحيد لي هذاك الحمص، وفي هذه المرحله هذه ملي كتحيدوا الحمص الا عندكم الحشوه واجده عمروهم ودخلوهم يكملوا الطياب ديالهم. الناس اللي بغاو يحتفظوا بهم فمن بعد ما كتحيدوا الحمص كتردوهم واحد 2 دقائق للفران باش كيعاودوا ينشفوا مزيان. صافي وكديروهم في بواطه وكتحتفظوا بهم في الثلاجه. انا غادي نخليهم دابا وندوز نحضر معكم الحشوه. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج هنا 2 بصلات اللي مشنفين بهذا الشكل هذا، كنتبلهم غير بشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وكنزيد لهم شويه ديال زيت نباتيه بزيت شويه لاني بغيت هاد البصله هذه تتحمر. كتبقاو تقليو فيها حتى كتكرمل اولا كتعسل بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، كتعطي واحد البنه زوينه لهاد ليكيش هادو. حشوه اللي هي مختلفه عن الحشوات المعتاده ديال ليكيش. من بعد ما عسلت انا البصله خديت هنايا كذلك صدر ديال الدجاج اللي قطعته طريفات صغار وتبلته بشويه الملحه البزار والبودره ديال الثوم فقط. صافي وكنقليهم في شويه ديال زيت نباتيه حتى كيقبطوا راسهم.
بالنسبه لاباغايا كيش غادي ناخذ 2 حبات ديال الجبن المثلث اولا غير الا عندكم هكا سطيله ديروا 2 معالق كبار. كناخذ علبه ديال الياغورت طبيعي وكنزيد شويه ديال البزار، ما كنزيدش الملحه في لاباغايا كيش. كنحاول نخدم داك الجبن مع الياغورت مزيان باش ما كيبقاش ليا هكا طريفات اللي هما كبار. صافي وغادي نضيف عليهم 2 حبات ديال البيض اللي من الافضل يكونوا بدرجه حراره الغرفه، وغادي نضيف عليهم معلقه صغيره ديال النشا اولا ديال الدقيق اللي توفر عندكم، نص معلقه صغيره ديال خميره الحلويات. وكنخلط هاد لاباراي مزيان مزيان حتى كينسجموا ليا العناصر وكيتفكك ليا البيض في هذا الخليط. صافي مباشره كنضيف عليه دوك الطريفات ديال الدجاج اللي كيكونوا مقليين، وكنزيد عليهم انا هنايا شويه ديال لادان فيمي اللي قطعته كذلك طريفات صغار. لادان فيمي في هذه الحشوه هذه بالضبط كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف بزاف. ان شاء الله تجربوه وانا متاكده غيعجبكم. هنايا غادي ناخذ داك البصيله معسله غادي نديرها هي الاولى كطبقه اولى في القاعده هكا ديال لي كيش ديالي. وعاد من بعد كناخذ ديك الطريفات ديال الدجاج مع لدان فيمي مخلطين بلا باغايا كيش، وكنديرهم من فوق البصله بهذا الشكل هذا حتى كنكملهم كاملين. غادي نزيد لهم شويه ديال الفرماج اللي محكوك هكا من الوجه ديالهم وندخلهم الفران على نار مهيله تكمل العجينه الطياب ديالها، وكذلك طيب لينا لا باغاي يذوب لينا الفرماج ويتحمر ونخرجوهم باش نقدموهم. لي كيش ديالنا هما هادو من بعد ما طابوا. شوفوا معايا الشكل ديالهم كيفاش كيجي، المنظر ديالهم كيجيو رائعين. كتجي واحد العجينه فتيه، واحد الحشوه بنينه بزاف. ديك البصيله معسله عطات واحد الحلاوه زوينه هكايا مكرمله في القاعده ديال لي كيش، والحشوه جات فيها داك النكهه المدخنه ديال لدان فيمي. العجينه شوفوا معايا كيفاش دايره كتذوب ذوبان. غادي تجربوهم اكيد اكيد غادي ينالوا الاعجاب ديالكم وتوليو تحضروهم. من بعد ما حضرت المملحه ندوز للعصير. بالنسبه للعصير فتحذف معايا المقطع. خديت هنايا 2 حبات كبارين حتى 3 ديال الخيزو اللي قشرتهم قطعتهم، زدت ليهم الماء ودرتهم تسلقوا حتى طابوا مزيان، خليتهم حتى بردوا. وضفت لهم هنايا الخوخ، انا كان عندي في المجمد الخوخ بالقشره ديالو كيكون ديما عندي في المجمد. وكنضيف لهم هنايا شويه ديال السكر اللي كيبقى على حسب الذوق، ما تكثروش لان الخوخ كيكون حلو ديجا وهنايا خيزو حتى هو كيكون حلو. صافي وكنضيف لهم هنايا علبه حتى العلبتين ديال الياغورت بالنكهه ديال الخوخ اولا بالنكهه ديال المونغ اولا بالنكهه ديال الفواكه الاستوائيه، كيعطي مذاق زوين. كنضيف لهم كذلك حتى العصير ديال البرتقال الطبيعي. صافي وكطحنوا العصير ديالكم، وبطبيعه الحال كيبقى على حسب الخطوريه اللي بغيتو تزيدوا العصير اولا تزيدوا غير الماء اللي بغيتو. صافي وكطحنوه وكتقدموه كيجي غزال بزاف، كيجي فيه واحد المذاق اللي هو زوين. خصوصا هكا الا توفر عندكم الخوخ او لقيته ديال الخوخ جربوا هذا العصير هذا كيجي بنين بزاف بزاف واعر في المذاق ديالو. وصافي كانوا هادو هما الاقتراحات بثلاثه اللي شاركت معكم اليوم. ممكن تزيدوا عليهم مقيله ولا طويجين بطبيعه الحال كيف ما كندير انا، كنخلي حتى اللحظه الاخيره. غزالين بنانين وكيبغيهم الكبير والصغير. جربوهم وانا متاكده غادي ينالوا الاعجاب ديالكم كيف العاده. الا عجبوكم ما تنساونيش من لايكاتكم للتشجيع، كذلك البارطاج مع الاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا دائما على حسن المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.